هذا ملخص من كتاب إعداد الممثل للكاتب والممثل الروسي الشهير قسطنطين ستانيسلافسكي، أحد أعظم من وضعوا أسس فن التمثيل الحديث. كل ما يراه الجمهور على المسرح يبدأ من الداخل، من لحظة صدق حقيقية في قلب الممثل. أنا لا أبحث عن الأداء، بل عن الإنسان الذي يجرؤ أن يكون صادقا أمام الناس. في هذا الفصل سنبدأ الرحلة من الداخل، من تلك الشرارة الصغيرة التي تميز الفنان الحي عن المقلد. افتح قلبك ودع الحياة تتكلم على لسانك. بص يا ابني، الممثل الحقيقي شغله مش بيبدأ فوق المسرح، ده بيبدأ من حياته نفسها، من كل لحظة بيعيشها. كل مشهد في يومك حتى لو بسيط هو تدريب من غير ما تحس. شايف الست اللي معدية في الشارع؟ وشها فيه تعب، بس كرامتها باينة في كل خطوة. الممثل الشاطر بيشوف المعنى اللي الناس العادية ما تشوفوش. كل تفصيلة حواليك ممكن تبقى حكاية كاملة. خلي عندك دفتر صغير كده، كل كلمة، كل إحساس، كل منظر غريب اكتبه. بعد فترة الدفتر ده هيبقى كنز. لما تيجي تمثل هتفتح أول صفحة وتلاقي الحياة نفسها بتتكلم. ابعد عن الروتين. الروتين يقتل الفنان قبل ما يقتل يومه. غير طريقتك، جرب حاجة جديدة كل يوم علشان تفضل عايش وانت بتتعلم. الممثل اللي مش صادق في حياته مش هيعرف يكون صادق على المسرح. ما ينفعش تكون مزيف بره وتبقى حقيقي فوق الخشبة. الفن مش تمثيل، الفن حياة معمولة بحب وصدق. افتكر دايما، الممثل الحقيقي مش بيمثل، هو بيعيش بس قدام الناس. عيش حياتك كويس عشان تعرف تعيش الدور بصدق. التمثيل ليس قناعا ترتديه أمام الناس، بل مرآة ترى فيها نفسك بوضوح أعمق. لا تبحث عن التصفيق، بل عن اللحظة التي تشعر فيها أنك حي فوق الخشبة. حينها فقط سيصدقك الجمهور، لأنك صدقت نفسك أولا. تذكر دائما، الفن لا يولد من الادعاء، بل من الصدق، ومن كل لحظة حقيقية تمر بها في حياتك اليومية. هذه هي بدايتك الحقيقية كممثل، لا على المسرح بل في الحياة. الآن ابدأ أنت رحلتك. لا تنتظر دورا كبيرا أو خشبة مسرح فخمة، يكفي أن تبدأ من نفسك. راقب الناس، اسمع قلبك، وجرب كل يوم أن تكون صادقا أكثر قليلا مما كنت بالأمس. حين تتعلم كيف تعيش بصدق، سيتعلم منك الفن كيف يكون حيا. لو عجبك الكلام اشترك في القناة علشان تتابع معايا باقي فصول كتاب إعداد الممثل، وتعيش الرحلة دي خطوة بخطوة. وما تنساش تفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول. انتظرني في الجزء الثاني من كتاب إعداد الممثل، رحلة جديدة بس مرة دي أعمق وأقرب لقلب الفن الحقيقي.